بُص الراجل العجوز ده لمّا قشّر الذرة ما رماش الورق زي ما ناس كتير بتعمل، لأ، قعد يرص ورقة، ورقة وخرطهم بخيط واحتفظ بيهم كأنهم كنز. اللي يجنن بقى إن في ناس كتير حتى اللي اتربوا في الريف ما يعرفوش قد إيه ورق الذرة ده ليه فايدة، مع إنه من أول نظرة شكله ما لوش لازمة أو إنه مجرد زبالة بتترمي، لكن في الحقيقة هو بيتحول لحاجات كتير مفيدة. مثلًا ينفع يتعمل بيه مفرش طبيعي في التسوية، يخلّي العيش أو العجة طرية وطعمها حلو ومليان flavor. ولو عندك إيدين شاطرة ممكن تمسك بيه سلال صغيرة، صواني أو حتى دواسات شكلها حلو ومتينة. وفي ناس فنانين بيعملوا منه زينة أو لعب بسيطة للأطفال، يعني حاجة شكلها بسيطة جدًا بس وراها حكمة كبيرة. الناس البسطا اللي بيعرفوا يستفيدوا من كل حاجة فيها، ما فيش حاجة بتترمي وكل جزء من المحصول دايمًا ليه قيمة. المرة الجاية وأنت بتاكل الذرة ما ترميش القشرة، شيلها واحتفظ بيها عشان ممكن تعمل بيها حاجة مفيدة. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرًا.